قديما طالب علم، وأراد أن يسافر إلى بلد آخر ليطلب العلم، فأخذ كيسا وضع فيه كتبه وملابسه وركب دابته ودخل مع قافلة فيها تجار، فيها ناس مرضى ذهبوا يعالجون، فيها طلبة علم، مجموعة فيها القافلة. فذهبوا، ففي أثناء الطريق قطع عليهم الطريق مجموعة لصوص، وجاءوا وأنزلوهم من الدواب وسرقوا الدواب وسرقوا الأمتعة، حتى إنهم سرقوا حتى ثيابهم التي عليهم. الثياب نزعوها، خلوا عليهم سراويل. اجلس، الثياب تجيب قيمة يعني. وجلس الحرمية هؤلاء يقتسمون المال. فالشاب هذا لم يهتم بدابته ولا بثيابه، همه الكيس اللي فيه كتب. يدري ان الكتب هذه بالنسبة له ليس مثل اليوم يضيع منك كتاب تشتري كتاب ولا تسحبه من النت، لا، الكتاب هو كتبه بيده ومن مشايخ، من كلامهم، ما هو كتاب نقله من كتاب، يعني الكتاب مثل واحد من أولاده. فقام الشاب طالب العلم هذا وقف أمام رئيس اللصوص، قال: يا أخي، أنتم سرقتم مني شيئا يعني لا ينفعكم أبدا. قال: إيش؟ قال: أخذتم مني كتب، أنتم لستم طلبة علم تستفيدون منها، أنتم ترمونها، أعطني كتبي بس، ما أريد شيئا آخر. ففتح الكيس وجد كتبا، اقتنع أن هذا طالب علم، أعطاه كتبه، ثم أعجب به. قال: طيب وين ثيابك؟ قال: هذه. قال: أعطوه ثيابه. صعب طالب علم مفسخ، أعطوه ثياب. أعطوه الثياب. ثم أعجب به، قال: أعطوه الدابة. أخذ دابته. رجعوا له كل فلوسه، رجعت فلوسه. بعدين أعجب به أكثر وقال له: تدري، خذ هذه فلوس هدية لك. فقال طالب العلم: لا، هذه فلوس حرام، ما أخذها. فقال اللص: والله إنها حلال. قال: الآن سارقها قدامي وتقول حلال. قال: طيب تريد أني أعطيك دليل أنها حلال الفلوس هذه؟ قال: نعم. قال: اجلس. وجلسه. شوف بعض الناس إذا بغى يسرق يعرف مداخل ومخارج. فهذا اللص نادى أحد الموجودين من التجار: تعال. وجاءه ما عليه إلا سروال ينتفض. قال له: أنت تجارتك في إيش؟ قال: في الإبل والغنم. قال: كم نصاب الإبل؟ نصاب الإبل هو المقدار الذي إذا ملكته 5 من الإبل يجب عليك زكاة، أما اللي عنده 4 من الإبل ما فيها زكاة. فقال ذلك الرجل: 3 من الإبل. قال: خطأ. قال: 17. قال: خطأ، هي مسابقة، هي كم؟ قال: والله ما أدري. قال: يعني عمرك ما زكيت، ما تطلع زكاتك. قال: لا. قال: طيب ارجع. تعال. نادى الثاني: تجارتك في ايش؟ قال: في الذهب والفضة. قال: كم نصاب الذهب؟ كم نصاب؟ وجعل يسأل أسئلة فقهية عن الزكاة، وذاك الرجل عمره ما دفع زكاة أصلا، ما جاوب. قال: ما أدري. طيب أشوف. قال: طيب أرجع. ونادى الثالث: تجارتك في إيش؟ قال: في الملابس. وسأل عن زكاة عروض التجارة، ما جاوب. فالتفت اللص إلى الشاب وقال: شوف، هؤلاء أموالهم حرام، فالله يعاقبهم يرسلنا نأخذ فلوسهم منهم. الله يعاقبهم يرسلنا لنأخذ نقودهم منهم. شفت؟ حلال، يلا قوم بس. فبعض الناس إذا أراد يفعل المعصية يؤول لنفسه،